فيلمنا بيبدأ بباري ألان وهو رايح يشتري فطار علشان يبدأ يومه بنشاط، بس ملحقش ياخد فطاره ولقى ألفريد بيتصل بيه وبيقول له إن في حالة طارئة ومحتاجينه فيها. فقال له يا عم أنا لسه ما فطرتش، كلم الوطواط صاحبك أو حتى السوبرمان يعني سيبني في حالي بس. فقال له للأسف باتمان لسه نايم وسوبرمان بيخلص مهمة على السريع، طب كلم ديانا وسيبني في حالي. فقال له كلمتها بس ما بتردش، ووقتها ذا فلاش اضطر انه يتحرك وينفذ هو المهمه دي، وطار بكل سرعته علشان يوصل للمكان اللي فيه الكارثه. وشكله كان مكان بعيد بس ذا فلاش وصل له بسرعه، وكان مبنى مستشفى وشكله منهار. وكمان بروس وين جهز نفسه ودخل المعركه هو كمان، وبدا يطارد اللي تسببوا في دمار المستشفى دي. والمطارده شكلها كده كانت صعبه جدا بس مش على باتمان. وبالنسبه لباري الين فكانت مهمته صعبه شويه لانه ما بيقدرش يجري بسرعه وهو جعان، وكمان المبنى شكله هينهار والحضانه لسه مليانه اطفال. وباتمان لسه بيطارد المجرمين بس مش عارف يوصل لهم، وكمان الشرطة اتدخلت معاه في المطاردة دي وبدأت تساعده، بس للأسف كانوا عبء عليه لأن عربياتهم بتتدمر دايما بسرعة وبتعطله. وعند ذا فلاش الجناح بتاع المستشفى اللي فيه الأطفال بدأ ينهار، وكل الأطفال بالممرضة اللي معاهم بقوا بيطيروا في الجو. وطبعا باري شاف المنظر وكان مصدوم، ووقتها قرر إنه يستخدم كل سرعته علشان ينقذهم. بس وهو في الطريق لاحظ إن كل طفل معرض للخطر وبنسبة كبيرة هيروح للي خلقه قبل ما يوصل للأرض، بس هو لسه جعان. وفجأة شاف أكل بيقع معاهم فهجم عليه بكل سرعته وكل كل اللي يقدر عليه لحد ما شحن طاقته، وبسرعة اتصرف وعمل كل اللي مطلوب منه علشان ينقذ كل الأطفال وكمان الممرضة اللي معاهم والكلب. وفعلا قدروا إنه ينقذهم. والممرضة من صدمتها بيقولوا إنها لسه لحد دلوقتي بتصرخ، وبتقول لكم يا مشاهدين يا حلوين روحوا اشتركوا في قناة ملخص جديد وهتلاقوا اللينك بتاعها في الوصف، ولو ما عجبتكوش برضو اشتركوا فيها وسيبكم منها خالص وارجعوا لي تاني، بس انا متاكد انها باذن الله هتعجبكم. سيبكم منها بقى ويلا نكمل فيلمنا الجميل. وبالنسبه لباتمان فلسه شغال في مطارده الجماعه دول اللي مش عاوزين يريحوا، ودمروا عربيات كتير علشان يتخلصوا منه، ومنهم عربيه مليانه مواد مشتعله وكمان فجروها. ولما اعتقدوا انهم خلصوا منه لقوه طلع لهم من وسط النار، ومسك في عربيتهم بخطاف وما سابهمش الا لما دخل وقبض عليهم. والسواق لما شافه هرب، وبسرعه باتمان رمى العربيه في البحر علشان ما تخبطش في حد. ومسك الشخص اللي هو عاوز يقبض عليه بس كان معاه شنطه فيها مواد كيماويه، ولو وقعت في البحر هتلوثه وهتخلص على نص سكان المدينه بسرعه. وباتمان ما كانش قادر يقاوم ويفضل ماسكه كتير، وللأسف بقى خلاص هيفلت منه ويقع في البحر. بس من حسن حظه إن ديانا وصلت ومسكتهم هما الاتنين وطلعتهم، وكمان ذا فلاش وصل لهم واطمن إن كل حاجة بقت تمام وزي الفل، فسابهم بسرعة ورجع للراجل اللي بيجهز له فطاره وكان يا دوبك لسه مخلصه حالا. فخده وراح للشغل بتاعه اللي هو معمل جنائي وبيدرس فيه كل الحاجات المحيطة بالجرائم علشان يعرف مين المجرم. وهو خارج من الشغل البنت دي شافته واسمها إيريس ويست، وشغالة صحفية وشكلها كانت معجبة بيه، وكمان شغالة على قضية أبوه، بس لأنها شغالة على قضية أبوه محبش يتكلم معاها وسابها ومشي. ومن الواضح إنه كان شغال على قضية أبوه مع نفسه علشان يحاول يظهر براءته. وفعلا جاب فيديو لأبوه بيشتري طلبات من السوبر ماركت في نفس الوقت اللي أمه ماتت فيه، بس للأسف وشه ما ظهرش في الكاميرا خالص. وبكده الفيديو ده مش هينفع يكون دليل براءته، وبسبب كده باري آلن اتعصب إنه مش عارف يطلع أبوه وجري بسرعة لحد ما وصل لبيتهم. وهو بدأ يفتكر زمان لما كان قاعد مع أمه وهي بتطبخ له، وعلشان الأكلة تكمل طلبت من أبوه إنه يروح يشتري لها علبة صلصة، فسابهم وراح يشتريها. وباري طلع لغرفته في الدور اللي فوق وفجأة سمع أمه بتصرخ، وفي نفس اللحظة أبوه وصل من السوبر ماركت وهما الاتنين لقوها واقعة في الأرض وفيها طعنات سكينة. وباري لما افتكر الذكريات دي حس بالحزن وحب إنه يطلع حزنه في الجري، وبدأ يجري بكل سرعته وكمان أسرع من اللي كان عليه قبل كده، لدرجة إنه لقى نفسه بقى في فراغ ما بين الأزمنة، وهو ما كانش عارف إزاي وصل لكده أو إيه اللي وصله لكده. وفجأة اكتشف إنه بسبب سرعته بقى بيقدر يرجع بالزمن أو يطلع للمستقبل. وطبعا اتصدم من اللي هو بقى فيه ورجع بسرعة لنفس الزمن بتاعه وقابل بروس وين وقال له أنا كده أقدر أنقذ أمي وأبويا. وبروس قال له إياك تفكر تلعب بالزمن لأن الحزن اللي مرينا بيه هو اللي وصلنا للي إحنا فيه، وكمان اللعب في الزمن بيكون ليه تبعيات مش هتحبها وممكن تدمر الماضي بتاعك والحاضر كمان. وطبعا باري ما سمعش كلامه، قرر إنه هيرجع برضه علشان ينقذ أهله، وعلشان ما حدش يشوفه قرر بس إنه هيدي لأمه علبة صلصة زيادة وهي في السوبر ماركت علشان أبوه ما يضطرش إنه يسيبها في البيت لوحدها في الوقت اللي ماتت فيه. وبسرعة بدأ يرجع تاني للزمن بتاعه وفعلا لقى إن خطته نجحت وأمه بقت موجودة في مستقبله بالكامل طول ما هو بيجري في المستقبل لحد ما وصل ل 2018. وفجأة لقى شخص غريب ومرعب ظهر له بين الأزمنة برضه وضربه، فطيره من المكان ده ودخله لسنة 2018 وسابه ومشي. وباري بص وراه فلقى نفسه جنب بيته وبسرعة سرق هدوم ودخل علشان يشوف أمه، وفعلا كانت موجودة ففرح بيها جدا، وكمان أبوه رحب بيه على إنه ابنه اللي في
الوقت ده وخدوا بالهم ان ابنهم شكله بقى اكبر شويه، بس ما ركزوش قوي وعملوا الاكل. وباري وهو بياكل خد باله ان هو برضه بس بتاع سنه 2018 جاي من بعيد ودخل للبيت، فقام بسرعه وهجم عليه علشان ما يدخلش. وباري بتاع 2018 اول ما شاف نفسه قدامه اتصدم وكان هيسيبه ويمشي، بس خد باله ان اليوم ده هو نفس اليوم اللي حصل فيه الصاعقه اللي بسببها باري كسب قوته. وطبعا من الواضح ان باري بتاع 2018 ما كانش في المكان المناسب علشان يكسب قوته، وبكده ممكن باري الكبير يخسر قوته اللي هو باري الصغير ما كسبش القوه دي، وعلشان كده خده بسرعه وراح بيه للمعمل اللي هيتعرضوا فيه للاشعاع اللي هيكسبوا فيه قوتهم. وكمان قعدوا في المكان المناسب، وقبل ما يبعد عنه الصاعقه ضربت المكان ودمرت كل المواد الكيميائيه ودخلت في ظهر باري الكبير وكملت لحد باري الصغير، وفعلا بسببها كسب قوته. وعلشان يهربوا من المكان بسرعه باري الكبير حب يستخدم قدراته، بس لقى نفسه مش عارف فاستغرب وحاول تاني لكن بدون فايده. وهنا عرف انه لما اتعرض للصعقه مره تانيه خسر قدراته، والصغير هو بس اللي بقى معاه القدرات. وطبعا باري الصغير فرح جدا بقدراته وخرج يلعب بيها في الشارع وكان هايص بيها، ومن شده سرعته معرفش يتحكم في نفسه قوي فدمر الدنيا وقلبها نار. ولما لقى نفسه في ورطه طار بكل سرعته وهرب. وتاني يوم باري الكبير قال له احنا لسه محتاجين نعلمك شويه حاجات، وقبل اي حاجه خد الخاتم ده. وقال له لما تضغط عليه هيطلع منه الزي بتاعك اللي هيقدر يستحمل سرعه جريك، وانت لازم تتحرك بسرعه وتلبسه. وقطع كلامهم صوت ناس بتصرخ، فراحوا يشوفوا في ايه ولقوا سفينه فضائيه كريبتونيه في السماء. وقتها باري الكبير عرف ان ده الجنرال زود، واكيد هيبحث عن سوبرمان، وده الطبيعي لان ده اللي حصل في الماضي. واللي ما شافش الفيلم بتاع الماضي هسيبه لكم في الوصف روحوا شوفوه. وفعلا الجنرال زود احتل كل شاشات المدينه وحذر كل المواطنين انهم لو ما سلموش الشخص الفضائي اللي عايش في وسطهم هيعلن الحرب عليهم ويدمر كوكبهم. وطبعا ذا فلاش الصغير لسه مش فاهم اي حاجه، وعلشان كده ذا فلاش الكبير بدا يفهمه كل حاجه وعرفه ان الجنرال زود موجود هنا دلوقتي لانه بيبحث عن واحد اسمه سوبرمان. والغريب هنا بقى ان ذا فلاش الصغير طلع ما يعرفش مين سوبرمان ده، بس فلاش الكبير ما اهتمش بكده وقالوا ان سوبرمان في الوقت ده قدر انه يوقف زود، وانا ما كنتش عارف اعمل معاه اي حاجه لاني كنت لسه واخد قوتي، وكل اللي قدرت اني اعمله هو اني انقذ طفل واحد بس وما قدرتش انقذ ابوه معاه. ودلوقتي لازم نجمع فرقه العتاله كلهم علشان يساعدوا سوبرمان في انهم ينقذوا اكبر عدد من البشر وكمان يخلصوا على زود. وفي البدايه بداوا يبحثوا عن اكوامان، وفعلا قدروا انهم يوصلوا لابوه. وباري الكبير اتصل بيه بس اكتشف انه ما قابلش حوريه البحر اللي هي ملكه اطلانتس دي خالص، بالعكس هي دي مراته. المهم ولا حتى خلف ابن اسمه اكوامان. وبكده هنعرف ان العالم ده ما فيش فيه اكوامان غير ابطال كتير خارقين مش موجودين في العالم ده. ووقتها باري ألان عرف انه فشخ العالم برجوعه للزمن مش دمره بس. وفجأة سمع بنت من أصحاب باري الصغير بتقول أنا باتمان، وهنا عرف إن في العالم ده باتمان، فحس إنه لسه في شوية أمل. وبسرعة خد باري الصغير معاه وراحوا لبيت باتمان اللي كان شكله بيت مرعب وأقرب لبيت أشباح. بس دخلوه وفعلا لقوا شخص غريب جوه، وكان شكله غير ودود خالص لأنه هجم عليهم. وبصراحة باري الكبير هو اللي اتظلم لأنه اتضرب كتير جدا. لا هو بصراحة اتخرشم مش اتضرب، وده لأنه بدون أي قدرات خارقة. وباري التاني كان بيقدر يهرب من الضربات بسرعته. المهم انهم بعد ما اتغلبوا عليه قعدوا بقى علشان يتكلموا مع بعض شويه. وبروس ده كان مختلف عن بروس اللي باري يعرفه، بس مش مهم، المهم انه باتمان. وبروس عزمهم معاه على الاكل وهم بيتكلموا، وباري الكبير قال له على انه مسافر عبر الزمن وحكى له على كل حاجه. ووقتها بروس قال له ان السفر عبر الزمن مش عباره عن خط مستقيم رجع وظبط كل حاجه على كيفه وهيرجع تاني لاول الخط، لا الموضوع مش ماشي كده. وقال له الزمن لما لعبت فيه كده انت عملت خط متقاطع مع الخط المستقيم اللي انت تعرفه، وبكده انت انشأت زمن تاني خالص وعالم مختلف عن اللي انت كنت فيه. ايوه هيكون في بعض الحاجات شبه بعضها بس هتلاقي برضو حاجات تانية مختلفة عن الزمن بتاعك. المهم ان باري قال له اخرة الكلام ده عاوزك تساعدنا نتخلص من الجنرال زود. وبروس رفض يساعدهم، وده لانه شكله كده متقاعد او في حاجه محبطاه ومخليه يبطل المهنه. ووقتها باري فقد الامل فيه وسابه ومشي، وقال لباري الصغير هو لو مش هيساعدنا براحته بس هنستخدم معداته في معركتنا. وباري الكبير عرف يدخل المخبأ بتاع بروس منين، وفعلا دخلوه واستخدم الجهاز بتاع بروس علشان يبحث عن اسم كلارك كينت اللي هو سوبرمان ويشوفه موجود فين علشان يروح له. بس الغريب هنا انه اكتشف ان مفيش في الزمن ده حد اسمه كلارك كينت او سوبرمان خالص، ففقد الامل خالص في نجاة الكوكب. وفجأة لقى في كاميرا فوقه فعرف ان بروس وين شايفه وبيتفرج عليه، فبدأ يكلمه وقال له لازم نلاقي طريقة ننقذ بيها الكوكب. وفعلا قدر انه يقنعه لان بروس قام وفتح مخبأ سري تاني وكان مليان ببدلة باتمان، ولبس بدلته ونزل لباري في المكان السري وهو معاه طيارة وقال له انه يعرف ان في حد خارق على الكوكب ده، وتقريبا كده هو ده سوبرمان اللي بتبحث عنه بس محتجز في روسيا. وكلهم ركبوا الطيارة واتحركوا لروسيا. وبعد
وبعد سفر طويل وصلوا للمكان المطلوب وتسللوا ليه، وفجأة لقوا نفسهم في وسط مجموعة من الجنود وكانوا هيقتلوا فلاش الكبير، بس فلاش الصغير لحقوا بسرعة وباتمان اتدخل في الموضوع وقدروا انه يخلص عليهم كلهم بكل بساطة. وكملوا مشيهم في المكان لحد ما قدروا انهم يوصلوا للمكان اللي المفروض سوبرمان محتجز فيه، وكان عبارة عن كرة من الحديد وغريبة، وكمان المفروض انها بتقدر تمتص قوته. وفلاش فتحها بسرعة، ولما دخلوها لقوا ان اللي فيها بنت شكلها ضعيف وهزيل جدا مش سوبرمان خالص، وكلهم كانوا هيمشوا بس باري الكبير رفض يتخلى عنها وقال بما اننا هنا خلونا نساعدها تهرب. وشالوها ولسه هيهربوا بس لقوا عالم في وشهم فحاولوا يخوفوه بالذوق بس ما خافش، وطلع سلاحه وبسرعة باري اتخلص منه، لكن ما لحقش يفرح لانه لقى طلقة جت من وراه واخترقت ركبته وطلع ان في كتير كانوا وراه. وبسرعة باتمان وقف قدامه وصد كل الطلقات وخدهم علشان يهربوا من الفتحة اللي تحت الكورة، بس من الواضح ان الوضع كان شبه مستحيل لان الجنود بقوا عاوزين يوقعوا كتلة الحديد دي فوقهم. ووقتها باتمان اتصرف بسرعة وقدروا انه يفتح لهم مكان وهربوا منه بسرعة على اخر لحظة، وكملوا هروبهم لحد ما لقوا حاجة اشبه بالاسانسير كده، بس ده باتمان هو اللي صنعه يدوي علشان يهربوا بيه من الدور الاول للدور الاخير. وفعلا فجر تحتهم قنبلة فطيرتهم لحد ما طلعوا لاخر دور وكلهم وقعوا في الارض. والبنت دي اول ما شافت الشمس جسمها بدأ يتعافى زي السوبرمان. المهم انهم اول ما وقفوا لقوا جيش محاصرهم، وفجأة لقوا البنت دي طارت في الجو والكل بيحاول يقتلها لكن بدون اي فايدة، وبقوتها وسرعتها خلصت عليهم كلهم بدون اي تفاهم، وكمان انقذت الجماعة اللي انقذوها. وبعد ما خلصت معركتها وقعت تاني في الارض لانها لسه مرهقة، فخدوها بسرعة وهربوا. وبعد ما ارتاحت شوية وفاقت قامت لهم وما كانتش لطيفة خالص وسألتهم انتوا مين؟ فقالوا لها كنا عاوزين سوبرمان بس لقيناك انت مكانه. فسألتهم وانتوا عاوزين ايه منه؟ وباري قال لها انقذه لانه صاحبي وعلشان يساعدني في انقاذ العالم. فقالت لهم انا اسمي كارا وسوبرمان يبقى ابن عمي وابويا بعتني للكوكب ده علشان احميه. وباري قال لها للاسف هو تقريبا ما وصلش للكوكب ده، او بالاصح ما وصلش للكوكب ده خالص في الكون ده. وقطع كلامهم زود اللي ظهر في الشاشه وكارا شافته فاتصدمت وكانت هتمشي بس اغمى عليها، وباري طلعها للشمس وسابها لحد ما استمدت قوتها على الاخر. وبصت لباري الصغير وقالت له انا كنت جاي للكوكب ده علشان ابحث عن مكان اعيش فيه مع ابن عمي، بس انتوا احتجزتوني في قفص. ومن الواضح انها كارهه البشريه ومش ناويه تساعدهم وسابتهم ومشيت. وباري الكبير قال لباتمان انا لازم استرد قوتي تاني، وكان مجهز كل المواد الكيميائيه اللي المفروض هيحطها قدامه وناقصه انه يتصعق بكهرباء والمواد دي تتخلط بجسمه. وكارا راحت للمكان اللي المفروض الجيش هيقابل فيه زود ويسلمهم سوبرمان. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان مفيش هنا سوبرمان، وعلشان كده زود لما قابل الجنرال بتاع الجيش ما تفهمش وخلص عليه بسرعه، والطيارات التابعه ليه انتشرت في المكان والمعركه بينهم بدات، وكارا واقفه بتتفرج عليهم وهي مصدومه. وعند باري باتمان بدا يساعده في انه يتعرض للصعق ويبقى ذا فلاش تاني، وفعلا شغل موجة كهربائية واتحركت ناحية جسم باري ألن اللي اتشعوط بيها، والمواد الكيميائية ملت جسمه بس برضه لسه ما اتحولش وكان بيموت من شدة الكهرباء. وطلب من باتمان انه يصعقه تاني، ولما حب انه يصعقه لقى الجهاز عطل وما بقاش فيه كهرباء. وفجأة لقوا كارا دخلت عليهم وشالت ذا فلاش وطارت بيه للسما لحد ما وصلت لمكان مليان برق ورعد وصواعق وخلته يتعرض لصاعقة من فعل الطبيعة. وبعدها نزلت بيه تاني، ومن الواضح ان الخطة دي نجحت لان باري بدأ جسمه يتعافى ويظهر فيه كهرباء وفاق تاني، وبكده بقى عندنا 2 ذا فلاش. ولما باري الكبير فاق كارا سألته انت ليه انقذتني مع انك عرفت اني مش الشخص المطلوب؟ فقال لها لاني ما حبيتش اسيب حد محبوس ورايا. وهي قالت له انا بحب كوكبي بس ما بحبش الجنرال زود ومش هسمح ان هو ده اللي يمثل كوكبي. وكلهم راحوا مع بعض المكان المعركة، واول ما وصلوا لقوا صاروخ مقابلهم في وشهم، وبسرعة كارا هي اللي قابلت الصاروخ ووقفته، وكلهم نزلوا لأرض المعركة وباتمان فضل فوق علشان يحارب بطيارته من الجو. والمعركة كانت شكلها صعبة جدا على الجيش من الكام فضائي اللي بيحاربوهم لحد ما كارا وصلت وشافت زود واقف بيتفرج من بعيد، فراحت له علشان تصفي حسابها معاه. وعساكر الجيش لسه في معركتهم مع الفضائيين دول، والوضع شكله خارج السيطرة خالص، وده لأنهم بصراحة بيطحنوا وباين إنهم مش هيستمروا في المعركة دي أكتر من نص ساعة. وذا فلاش اتفق مع نسخته الأصغر سن إنهم يشاركوا في القتال بخطة، وهي إن الكبير هياخد الأسلحة من الجنود الفضائيين والصغير هيحاول يضربهم، وهي تبان خطة حلوة شوية. بس للأسف أول ما بدأوا قابلهم واحد طلع عامل حسابه، ولما سلاحه وقع منه طلع سكينة وكان هيخلص على فلاش الصغير، بس من حسن حظه إنه اتفاداها وما جاتش غير في وشه. وطبعا كلنا عارفين إن تعويرة الوش ما فيهاش معلش، بس ممكن نعديها للفضائيين لأنهم ضيوف عندنا يعني مش علشان خايفين منهم. والجنرال زود بدأ يشغل المركبة بتاعته في إنها تحول كوكب الأرض المناخ شبه مناخ كوكب كريبتون علشان يبدأوا حياة جديدة على الكوكب ده، وبالتالي أكيد هيخلصوا على كل سكان الأرض لأنهم مش هيتأقلموا مع مناخ كوكب كريبتون. المهم إنه دخل في نقاش مع كارا وقال لها إن أبو سوبرمان حط الحمض
النووي بتاع كوكب كريبتون في طفل وبعته لكوكب الارض، وطبعا يقصد بالكلام ده سوبرمان. وكارا قالت له بس هو مش في الكوكب ده. فقال لها ما انا عارف، وده لاننا لقينا المركبه الفضائيه بتاعته وقتلناه، لانه للاسف ما طلعش هو ده الطفل المطلوب، انت اللي مطلوبه، ودمك هو مفتاح كوكبنا، وموتك هيكون تضحيه علشان كوكبنا يستمر. وطبعا كارا اتعصبت منه لانه قتل الطفل سوبرمان وهجمت عليه، وكان من الواضح انها متفوقه عليه شويه. وباري الكبير لسه بيعلم باري الصغير ازاي يستخدم كل قدراته صح في ارض المعركه، ومن الواضح ان ادائهم كان حلو شويه، وكانوا عاملين شغل جميل مع بعض، وفعلا قدروا انهم يتغلبوا على كتير من جنود كريبتون. وكارا لسه شغاله طحن في الجنرال زود لحد ما هي اللي تعبت من كتر الضرب فيه، ولسه الاتنين ذا فلاش مستمتعين بوقتهم وقلبين ارض المعركه الالوان جميله ونازلين قتل في كل اللي بيقابلهم، لحد ما فجاه جالهم خبر ان طياره باتمان اتصابت. ولما حاول انه يهرب منها ما عرفش لان دفع الكرسي كان متعلق. وكارا بعد ما حست ان زود كده خلاص خلص راحت تستخدم التحكم بتاعه علشان توقف تحويل الكوكب، بس للاسف كان لسه عايش وطعنها بايده التانيه في ظهرها. وبسرعه خد جهاز علشان يسحب دمها اللي عن طريقه هيقدر يبني كوكب كريبتون كامل. وباتمان لما لقى انه كده كده ميت قرر انه ياخد اي طياره معاه وهو بيموت، وراح فجر نفسه في الطياره الام بتاعت الفضائيين اللي للاسف ما حصلهاش اي حاجه، وده لانها محميه بدرع. وزود خد طلبه، واول ما مشي فلاش وصل ولقى كارا وهي واقعه في الارض ميته، فاتصدم بكده. وزي فلاش عرف انهم خسروا الكوكب، بس فلاش الصغير قال له احنا ممكن نرجع بالزمن ونحذرهم علشان ما يموتوش، لكن فلاش الكبير قال له ما ينفعش نبوظ الزمن تاني. بس فلاش الصغير رفض وجري علشان يدخل في الحلقه اللي بين الازمنه، والتاني راح وراه، وفعلا قدروا انهم يرجعوا بالزمن ويحذروا باتمان انه هيتعرض لاصابه. وبالفعل لحق نفسه، لكن قرر انه يضرب على فضائي بس عملاق شويه وغشيم جدا، وبدون تفاهم نط من مكانه وهجم على الطياره وبدا يدمر فيها. بس باتمان لحق نفسه وخلع منه، ولما لقى ان الطياره هتتدمر سابها وهرب، والطياره انفجرت مع العملاق ده. وفلاش التاني راح يساعد كارا في معركتها، وكانوا عاملين شغل جميل جدا مع بعض، وضربوا زود شويه، بس للاسف برضه قدر انه يتغلب عليها، وللاسف برضه انه قتلها لتاني مره. وبالنسبه لباتمان فالكائن ده طلع لسه عايش، وباتمان هجم عليه وعمل معاه معركه جميله بصراحه، بس للاسف الكائن ده كان اقوى منه، ومع كده باتمان قدر انه يتغلب عليه، بس هو مات هو كمان. وباري الصغير رفض الخساره فرجع تاني علشان يرجع بالزمن، لكن لقى الوحش ده لسه ما ماتش، وقام في وشه وحاول يصعقه بالكهرباء، والموضوع كان صعب جدا، بس الاتنين مع بعض قدروا انهم يدمروا الدروع بتاعته. وطار منه قطعه على شكل سلاح ورشقت في دراع فلاش الصغير، وقبل ما يلحق يفكر يشيلها لقى البت دي هجمت عليه، وكانت غشيمه قوي، بس ذا فلاش الصغير ضربها عن طريق الصدفه بالسلاح اللي رشق في ايده، وقدر انه يطعنها بيه لانه سلاح كريبتوني، وبكده قدر يقتلها وسابها ورجع بالزمن بسرعه، وما بقاش بيسمع الا نفسه، وكل شويه يخسروا المعركه وبرضه يرجع تاني، وفضل على الوضع ده مرات كتير جدا. وفي كل مره جسمه كان بيتغير شكله او بيكسب حاجات من ارض المعركه لحد ما بقى جسمه مليان حراشف، وكانت كتير جدا وشكلها غريب من ارض المعركه اللي كل شويه يدخلها. وفلاش الكبير لما حس ان مفيش امل وقف فلاش الصغير وقال له للاسف مفيش اي حل، وانا مضطر اني ارجع لزمني والغي كل اللي انا عملته، لان كده الازمنه والاكوان كلها بتتدمر بسبب اللي احنا بنعمله. بس فلاش الصغير رفض الفكره وشكله بدا يقلب لشرير، وكان عاوز يفضل يقاتل لحد ما يلاقي حل وينتصر في المعركه دي. وفجاه ظهر نفس الشخص المرعب اللي ضرب باري وهو بيلعب بالزمن، وبرضه ضرب باري تاني ومسكه في دايره من الكهرباء وكانت قويه جدا، وصعقوا بيها لحد ما تقريبا دمره. ولما سابه قال له انا شايف انك كده عشت اكتر من اللازم. ولما فلاش الكبير لقى ان الموضوع خطر حب انه يقاتل، بس ملحقش لان الكائن ده كان اقوى منه بكتير ومسك ايده. بس فلاش الصغير اتدخل بسرعه وساعد نفسه وهو كبير، وضرب الكائن ده فطير الدرع اللي على وشه. وهنا اكتشفوا ان الشخص ده يبقى هو برضه نفس النسخه بتاعت فلاش الصغير بس على كبير. هتقولوا لي عرفت منين؟ هقول لكم من الجرح اللي في وشه. وطبعا وقتها هما الاتنين اتصدموا وعرفوا ان فلاش الصغير فضل كتير يحاول يكسب في المعركه دي علشان ينقذ امه برضه، بس اهو بقى عجوز وكل ده بدون اي فايده. وفجأة وهم واقفين كل الأكوان بدأت تدخل في بعضها قدامهم بسبب اللي هم بيعملوه، والدنيا بقت هايصة في بعضها ومبقاش حد عارف هو فين بيجيب منين ولا حتى بيودي لفين. واتضح إن في سوبرمان كتير بأشكال كتير، وفي كل كون سوبرمان كان شكله مختلف، وكمان بسببهم بقى في كائنات غريبة ومرعبة كتير. ووقتها عرفوا إنهم دمروا العالم بكل أكوانه، والحل الوحيد إن كل ده يرجع تاني هو إن باري يخلص على النسختين بتوعه ويرجع تاني للعالم بتاعه كأنه ما عملش أي حاجة. وقتها باري الكبير خالص ده كان شرير وحاول يقتل باري الوسط، بس باري الصغير انقذه ووقف قدامه، وبكده هو اللي خد الطعنه ومات. ووقتها برضه باري الكبير خالص ده مات.
لأن نسخته الصغيرة ماتت، وباري الوسط كان حزين جدا على نسخته الصغيرة، بس للأسف كان هو ده الحل الوحيد الصح، وكويس إنها ما جاتش منه وهو اللي قتل نفسه. وفعلا بعد موتهم كل الأكوان بدأت ترجع تاني لطبيعتها، وباري الوسط استخدم كل سرعته ورجع تاني لنفس الوقت اللي كان بينقذ فيه أمه، وشاف نفسه وهو بيحط لها علبة الصلصة، فرح لها وكلمها على إنه واحد غريب. وطبعا أمه ما عرفتوش لأنه أكبر من ابنها، وكان باين عليه الحزن جدا إنه هيسيبها تموت، وهي خدت بالها إنه حزين فحبت تخفف عليه وخدته في حضنها علشان تواسيه. وهو استخدم سرعته وسابها وشال علبة الصلصة من عربية التسوق بتاعتها علشان لما أبوه يروح يشتريها أمه تموت كالعادة. صعب برضه الاختيار اللي هو فيه ده، بس أهو نفذه. بس وهو بيحط علبة الصلصة في مكانها شاف الكاميرا اللي صورت أبوه، بس وشه ما ظهرش فيها، وطبعا ظبطها علشان أبوه يظهر فيها، وساب كل حاجة ورجع بسرعة للعالم بتاعه تاني. ويوم محكمة أبوه طلع براءة أخيرا، لأن الفيديو اللي هو اتصور فيه وشه ظهر فيه، وبكده دي الحاجة الوحيدة اللي باري ألين استفاد بيها من الماضي. وبروس وين راح له علشان يبارك له ان ابوه اخيرا خد براءه، بس هنا كانت صدمه باري الين، وهي ان مش ده بروس وين الطبيعي اللي هو يعرفه، وبكده اكيد باري الين بقى في عالم مختلف عن بتاعه برضه. المهم انه حس باحباط وراح يشوف باقي الابطال فلقاهم كلهم بس كانت شخصياتهم مختلفه، الا اكوامان كان بنفس شخصيته بس شكله مش بطل، وكان سكير ومشرد، غير انه في الضياع وحالته بالبلى. او ممكن يكون بطل بس برضه حالته زفت. واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.